بدون رتوش، مقال يكتبه فيصل مصطفى للأخبار المسائي بعنوان العطاء الوطني. في هذا المقال نسلط الضوء على الأخبار الرئاسية الصادرة عن مؤسسة رئاسة الجمهورية والمتمثلة في الأنشطة اليومية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2023 الذي أوشك على الانصراف، وتتضمن لقاءات سيادته مع كبار المسؤولين في الدولة ونظرائهم في الخارج، وكلماته التي وجهها إلى الأمة أو في القمم الرئاسية، واتصالاته الهاتفية والبرقيات التي سطرها على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى زياراته الخارجية. هذا النشاط الرئاسي الذي لم يأخذ حظه الكافي من الإعلام حقق أرقاماً قياسية تجاوزت المئات، ووصلت إلى مرحلة أصبح معها من الصعب حصرها أو متابعتها. فقد بلغت لقاءات فخامته بالقاهرة مع كبار المسؤولين في الدولة ونظرائهم من الخارج 374 لقاء و48 كلمة و136 اتصالا هاتفيا و32 برقية و16 زيارة خارجية. وعلى هامش هذه الزيارات أجرى فخامته عشرات اللقاءات مع زعماء العالم. إننا إزاء ظاهرة غير مسبوقة، ورغم تيقننا الكامل من بشريتها، إلا أننا وبحق نقف مذهولين إزاء هذا المعدل العالي والمكثف من العطاء الوطني غير المسبوق، والذي يحق له وبجدارة أن يتصدر موسوعة جينيس للأرقام القياسية. إن ما نقدمه في هذا المقال من إحصائية لهذه الأنشطة هي محاولة مبسطة رصدنا وسجلنا من خلالها هذا الإعجاز البشري والواقع المبهر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعمل على مدار الساعة من أجل مصرنا الغالية، ومن أجل تجسيد شعار تحيا مصر تجسيدا عمليا وواقعيا، وتم ترجمته إلى نتائج مبهرة وانعكست على الأحوال اليومية للمواطن المصري. وفي النهاية نقول للشعب: افرح برئيسك المعجزة. ونقول للرئيس: نحن جنودك وأبناؤك الذين نقدر ما تقوم به من جهد خارق.